السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا بالجميع. نتمنىكم تكونوا كاملين بكم بخير وعلى خير، ويلقاكم فيديو في أحسن الأحوال وفي تمام الصحة والعافية. اليوم بإذن الله غادي نحضروا كيكة ديال البرتقال، كتجي خفيفة هشيشة عالية. بالنسبة للناس اللي تيحبوا ولا تيبغيو البرتقال أو الحوامض بصفة عامة غادي تعجبكم هاد الكيكة وتعجبكم بزاف، لان فعلا كتجي اكثر من رائعه. مر على بركه الله نذكروا المكونات ونشوفوا الطريقه مع بعض. بالنسبه للمكونات غادي نحتاجوا حبه ديال البرتقال، من الافضل تكون ديال النافيل. نغسلوها مزيان لان غادي نستعملوها بالقشور ديالها، وغنزولوا لها دوك الريوس اللي الراس تكون من التحت ومن الفوق، ونقطعوها اطراف. ولا كان فيها شي عظيمات تنزولهم، وغالبا هاد النوع ديال البرتقال ما تيكونش فيه العظومه. زولوا لي داك اللب الابيض اللي كيعطي شويه المروره هذاك، صافي كنقطعوها. قطعوا اطراف صغار ولا كبار تبقى على حساب، غير قطعناها اطراف صغارين كتسرع لنا العمليه ديال الطحين، كطحن معنا بسرعه. من بعد كناخذوا الخلاط ديال العصير، تنوضعوا فيه ديك الليمونه ولا ديك البرتقاله، غادي نضيفوا عليها 3 ديال البيضات. غادي نضيفوا السكر. انا هنا عملت 250 غرام ديال السكر. كميه تقدر تزيد ولا تنقص، ولكن تجي الحلاوه ديالو هذيك معقوله، لان ديك الليمونه بالقشور ديالها تعطي شويش ديال المروره. الحلاوه تجي هي هذيك. من بعد غادي نضيفوا كاس ديال الزيت، كاس ديال العنبه وما يعادل 120 غرام، 150 غرام ديال الحليب اولا 120 غرام كذلك ديال الحليب، لان كاس ديال الزيت الكاس ديال الزيت ما يكونش عامر مزيان، وكاس ديال الحليب يكون عامر مزيان اللي بغى يعبر بالكاس. وتنعملوا كلشي في الخلاط ونخليوه يدور حتى تطحن ديك البرتقاله ما كتبقاش تبان نهائيا. من بعد كتكون عندنا هنا وزنها 300 غرام ديال الدقيق. تنضيف لهم 3 ديال الخمارات. نقدروا نكتفيو غير 2 خمارات راه كافيين. انا غير ضفت 3 وصافي، نتوما عملوا غير 2. انا ضفت الدقيق، غربلته ضفت عليه الخليط. نتوما صبوا الخليط في باسينه، عاد بقاو تضيفوا الدقيق شويه بشويه، لان نوعيه ديال الدقيق تختلف. حتى نحصلوا على هذا القوام هذا تيكون ما ثقيلش وما تيكونش كذلك حتى خفيف، باش يجي معنا الكيك ناجح. كان ثقيل راه كيتشقق لنا. بعد كنضيف واحد المعلقه صغيره ديال الخل، كتبقى اختياري لاننا عامله 3 ديال الخمارات. اللي بغينا ما نضيفوهمش ما نضيفوهمش. عملنا 2 خمارات، ضروري نعملوا ديك المعلقه ديال الخل حتى هي كتساعد على الهشاشه ديال الكيك، كيجينا هشيش وكذلك حتى تيجي عالي. صافي هنا في هذه الحاله هذه لقينا الكيك مثلا ثقيل، ما فيها باس نضيف واحد القليل ديال الحليب، ولكن جاتني الكميه هي هذيك. دائما تبقى على حساب الحجم ديال البيض، واش كبير ولا صغير، وعلى حساب كذلك حتى الدقيق واش تيتشرب ولا ما تيتشربش. تبقى حتى النوعيه ديال الدقيق كتلعب دور. غادي نصبوه في اي قالب. انا خويتو في هذا القالب هذا القطر ديالو 26 على 30 سنتيم، يعني راه شويش كبير. صافي تنوزعوه. الفرن تيكون بارد، تندخلو عاد تنشعل عليه العافيه تكون غير من التحت، النار تكون اقل من المتوسط، وتنعطيوه الوقت ديالو. خدا ليا تقريبا شي 40 دقيقه، هو تياخذ تقريبا ما بين 40 حتى 45 دقيقه، وعلى حساب القالب اللي عملنا فيه. عملنا في قالب صغير غياخذنا الوقت اكثر باش يطيب. واخر نصيحه بالنسبه لجميع انواع ديال الكيك، ما نفتحوش عليه قبل مرور بحال هذا ديال ما بين 3 البيضات حتى 5 ديال البيضات. ما نفتحوش على الفرن نهائيا قبل مرور 30 دقيقه. وكذلك حتى الطريقه ديال فتح ديال الفرن حتى هي كتلعب دور. الا فتحنا الفرن يعني حلينا الفران بالجهد، دخلنا لواحد الكميه ديال الهواء حتى هو تيطيب لينا تيهبط الكيك. ضروري ملي نبغيو نفتحوا الفران تنحلوه بشويه، يعني غير بشويه. نحاولوا نحافظوا على ديك الحراره، نخليوها فيه من ما نخرجوهاش منه حتى ملي تنبغيو نسدو ما نسدوش بالجهد، يعني نفتحوا بشويه بحذر ونسدو بحذر. هذا الشيء هو اللي كاين. الكيك ديالنا بعد ما طاب الشكل ديالو كيفاش تيجي ما شاء الله، تيجي عالي ما مشقق ما والو، الوجه ديالو مسطح. فوالا غادي ندهنو مباشره هو سخون بالمربى ديال المشماش او اي مربى تتفضلوا. كان حتى ديال الفريز حتى هو كيمشي معاه، كيتواتى مع الليمون يعني مع البرتقال. اي
مربى كيتواتى مع البرتقال ولا ديال حتى ديال الحامض ديال الليمون الحامض حتى هو كيتواتى معاه بزاف، ولكن تيبقى محايد وهو ديال المشماش. كان عندنا كذلك حتى ديال المربى ديال البرتقال ندهنوه به، لان تنراعيو الانواع ديال المربيات اللي كتماشى مع البرتقال وكتماشى ثاني حتى مع الزينه. واش غادي نعملو من الفوق اللوز ولا غادي نعملو الكوك؟ بالنسبه للكوك كتتواتى مع الحوامض. صافي غادي ندهنو ونزينو الزيره، تيبقى على حسب الذوق وعلى حسب الرغبه ديال كل واحد وعلى حسب كذلك حتى الموجود كيف ما تنقول دائما. بالنسبه لطريقه الزين اللي عملت انا، كيف سبقوا دهنت الكيك بمربى اولا بكونفيتير ديال المشماش، رشيت عليه كميه مهمه، واحد الطبقه مهمه ديال الكوكو، زينت بالليمون اولا بالبرتقال معسل. بالنسبه للطريقه ديال الليمون بالبرتقال معسل تنعملو كميه ديال السكر، النصف ديالها مثلا من 2 كيسان ديال السكر، تنعملو كاس ديال الماء، نعملوهم فوق النار يغلاو ويعاودوا واحد العصره خفيفه ديال الليمون الحامض، تنضيف عليهم دوائر ديال البرتقال نفسه اللي عملنا في الكيك من الداخل، تنقطعهم شرائح، تنقطعهم يكونوا دوائر رقاقين وتنعملوهم حتى تيتعسلوا. بغينا نزيدو نعزو ديك النكهه ديال البرتقال نخرجوها، تنضيف واحد القليل ديال النكهه ديال السكر فانيلا بنكهه الزهر حتى هو كيعطي واحد المذاق مزيون. ما بغيناش نكتفيو غير بالبرتقال، هو راه بحد ذاته منسم، تنخليوه حتى تيعقل يعني حتى تيتعسل مزيان، لان في باتيسري هاد المواد كلهم اللي تنعملو في الزينه راهم تيتكلوا ما تيترماوش، لان داك البرتقال تيتكل بالقشور ديالو حتى هما تيجيو معسلين وتيجيو مزيانين في الاكل. صافي ومن بعد ما تيطيبوا تنقطعوهم، قطعتهم على حسب الحجم ديال لي طرونش ولا دوك المربعات ديال الكيك اللي قطعت انا. كل دائره ولا كل شريحه قطعتها على 4 بحال جاوني قد هاد المربعات اللي قطعت. نتوما يبقى لكم حريه الاختيار، وماشي بالشرط انكم تعملوا هاد نفس التزيين اللي عملت انا، غير هو كنعملوا الليمون كتزيين، يعني كنرابليو ولا كنذكروا بان هاد الكيك راه ديال الليمون. صافي وزينت بالكرز معسل في باللون الاخضر اولا باللون الاحمر، تبقى لكم نتوما كامل حريه الاختيار. تقدروا ما تعملوش كاع هاد الزينه اللي عملت انا، تعملوا غير دهنوها بالمربى اولا بالناباج وتزينوها باللوز افيلي اولا باللوز كونكاسي. قلت تيبقى لكم كامل حريه الاختيار. كان هذا هو الشكل النهائي الكيك ديالنا، راه تيجي اكثر من رائع، يعني شكل راسو. نتمنى ان شاء الله وصفتنا لاستحسانكم تجربوها، نتمنى نكون كنت خفيفه على قلوبكم وكنت نبقى دائما عند حسن ظنكم. كانت نهايه الفيديو، شكرا لكم على حسن المتابعه، دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم.